شعور النهاردة هو شعور لئيم ومخفي ومش مشهور، مزيج كده من غضب على غيظ على استفزاز. شعور النهاردة هو الريزنتمنت، وأقرب كلمة ليه شعور الاستياء. استياء من إيه؟ استياء من نمط، من ناس معينة شخصياتهم مثلا، أو استياء من طبع في طباع الناس. أشوف حد كسلان ألاقي نفسي مستفز، أشوف حد غير مسؤول ألاقي نفسي متغاظ، أشوف حد بيشتكي كتير أكون مش مرتاح، أشوف واحدة صادقة وحقيقية أكون مش مرتاحة حواليها خالص. وابدأ أبرر لنفسي الشعور ده بأحكام بقى، يعني الكسلان ده مضيع عمره كده ليه، واللي غير مسؤول ده عنده فرص في الحياة ممكن يعلي مستوى معيشته ما مش بيعمل اللي عليه، واللي صادقة حقيقية دي عامله لنا فيها خضرة الشريفة كده ليه، وهكذا وهكذا. طيب والعقل بيقول إن الكسلان أو الغير مسؤول أو اللي بيشتكي ده يخصهم هم، وأي حاجة هتعود عليهم هم، لكن مش واخدين بالهم منه ومش فاهمينه كويس إن طالما أنا حسيت بالغيظ والاستياء والنفور من الشخص، وساعات كمان بيني وبين نفسي أبقى أحس إن هو أقل مني، لا ده يخصني بقى من قريب ومن بعيد. وده بالظبط رسالة شعور الريزنتمنت أو الاستياء. شعور الاستياء ده بيجي برسالة عشان يقول لي إن أنا نفسي محتاجة مني أغير حاجة، لكن أنا مش شايفة، مش واخد بالي ومش واعي خالص، ونفسي عمالة تكلمني وتعلي في صوتها وأنا مش واخد بالي منها. فلما أكون مستفز من الإنسان الكسلان قد أكون محتاج أكسل شوية، ولو أنا بتضايق قوي من الإنسان اللي بيشتكي كتير يمكن أكون أنا محتاجة فضفض شوية أكتر، وانا اللي مش سامح لنفسي بده، او يمكن ما عنديش حد اشتكي له. فلما بحس ان في ناس بتشتكي باريحيه كده بتغاظ وبتضايق. ولما اشوف انسان غير مسؤول ممكن يكون الرساله عايزه تقول لي خفف من على كتافك شويه، ادي للناس اللي حواليك مسؤولياتهم يشيلوها. ولما انزعج من انسان صادق او حقيقي ممكن تبقى نفسي بتصرخ، انت لابس حيطان اجتماعيه كتير بينك وبين الناس وتقلان عليا ومش حاسس بيا كنفسي، يعني بتكلمني. فبتبقى الرسالة أنا مش شايفها ومش قاريها. أنا كنت فاكرة إن الاستياء ده من عيلة الغضب، بس لما ذاكرت لقيت إن الاستياء ده من عيلة الحسد. الحسد ربنا يعافينا إن أنا أتمنى زوال نعمة معينة أو ممتلك معين من عند حد، لكن الاستياء هو إن أنا بحسد حد على طبع فيه أنا محتاج أكتسب جزء ولو بسيط منه. فلو محتاجة أرتاح، محتاجة أكسل شوية، محتاجة أشيل شوية من على كتافي المسؤولية، دي بتكون الرسالة اللي أنا محتاجة أسمعها ومش واخد بالي منها. طب أعمل إيه وأتعامل إزاي مع الرسالة دي؟ هنكمل مع بعض جملة بكلمة واحدة أو بطبع واحد. أنا مهم جدا عندي إن الناس ما تشوفنيش إيه المهم قوي عندك إن الناس ما تشوفكش فيه؟ أنا الإجابة كانت بالنسبة لي مهم عندي جدا إن الناس ما تشوفنيش غير مسؤولة أو غير ملتزمة. ولما سمعت الإجابة دي ابتديت ألاحظ إن الناس الغير ملتزمة اللي بتقول كلمة وما بتنفذهاش، أو الناس الكارلس اللي مش فارق معاها قوي، بيستفزوني جدا، وبيبقى عندي كمية أحكام جوايا قد كده حتى لو مش بقولها بصوت عالي. وساعتها بس سمعت رسالة قلبي ليا إن أنا محتاجة أرتاح، محتاجة أرحرح شوية زي ما بنقول، محتاجة إن أنا أخف من على كتافي حمل المسؤولية والالتزام بكل شيء وأي شيء وفي كل وقت ولكل حد. ساعتها بس عرفت أنا قلبي عايز مني إيه بالظبط، وليه أنا بستاء كده من الناس دي، والحقيقة إن أنا مستاءة من نفسي إن أنا اللي مش عارفة أرتاح.